السلام عليكم. باظت كده، باظت خالص خالص، ما فيهاش خلاص، ما فيهاش حاجه، باظت خالص. وانا مش طالع النهارده عشان اتكلم بقى واقول هنعمل ايه والحقيقه ومش عارف لا خلاص، ما فيهاش كلام تاني. اقسم بالله ما فيها كلام تاني. احنا يا باشا مش عارفين نعيش خلاص، هي خلصت كده، هي خلصت وما بقاش فيها بادرة امل خلاص، ولا بادرة امل ولا فيها مستقبل ولا فيها، ما فيهاش اي حاجه. حضرتك عايز توصلنا لايه؟ ايه في ايه تاني؟ يعني هو كل ده لمصلحتي انا كمواطن؟ هو كل ده لمصلحتنا؟ وبعدين خلي بالك، من ساعه الموضوع البنزين ما غلي وانا هابب عليا قوي حسني مبارك، ربنا يرحمه. هو الراجل ده كان ممشي البلد ازاي؟ ازاي كانت انبوبه البوتاجاز ب 5 جنيه؟ ازاي كان لتر البنزين ب 4 جنيه؟ ازاي؟ الراجل ده كان بيعمل ايه؟ كان ممشي؟ كان بيدفع من جيبه؟ كان بيصرف علينا من جيبه مثلا؟ مش عارف، مش عارف والله بجد، هابب عليا الموضوع ده جدا. هو في ايه اللي بيحصل؟ المليارات اللي انتوا بتعملوها بيها، المشاريع وقناه السويس والحكايه وراس الحكمه وراس جميله وراس سعيده وراس البر، كل الفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي انت المفروض حضرتك بتبيع عشان تحسن لي دخلي وتحسن لي حياتي. احنا حياتنا بتبوظ يا باشا، يبقى حضرتك بتبيع ليه؟ يبقى الفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي بتروح فين؟ انا يا باشا مش طالع احاسبك، لا 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 لا، انا مش طالع احاسبك خالص. انا طالع بس اقول لحضرتك ان انا كمواطن مصري، ولا منتمي لجماعه ولا منتمي لحزب ولا منتمي لاي حاجه في الدنيا، ملعون ابو ام الجماعات، على الاحزاب، على المعارضه، على الزفت. انا منتمي لبيتي وعيالي اللي انا مش عارف اكله، انا مش عارف اكلهم والله العظيم، دي حقيقه. اكل. المستقبل بقى دمار، المستقبل بقى ضياع، المستقبل بقى سواد. اكل، اكل يا باشا، يا باشا اكل. قوطه ب 40 جنيه والبطاطس مش عارف بكام اكل. مفيش. مش هكلمك بقى في لحمه وفراخ، لا 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 لا، خلاص الكلام ده احنا نسيناه، والله العظيم نسيناه، اقسم لك بالله نسيناه خلاص. فهي باظت خالص، حضرتك خربتها خالص. فاحنا مطلوب ان احنا عايزين توصلوا بينا لغايه فين. وبعدين يا باشا ما تخليك صريح معانا بقى، عايزين بقى شويه صراحه بقى، ما خلاص هي باظت. اطلع يا باشا قول لنا ان احنا في مجموعه من الشعب احنا مش عايزينها. خليك صريح، والله العظيم احنا مش عايزينكم. افتح بقى حدود، افتح اي حاجه، افتح اي حاجه، خلينا احنا نروح ما نرجعش، نروح نهاجر نسافر اي حاجه. ما انت مش عايزنا في البلد يا باشا، البلد حضرتك عايز فيها ناس معينه، ناس معينه هم دول اصحاب البلد، وكتر خيرهم ان هم سايبيننا عايشين فيها وماشيين معاهم في نفس الشارع او نفس المنطقه، مع اننا ما بنروحوش نفس المناطق اللي هم بيروحوها. كتر خيرك يعني. بس احنا بقى تعبنا خلاص، احنا باظت بالنسبه لنا. الحق بص يا باشا، في 2013 ازاي انبوبه كانت ب 8 جنيه في 2024 توصل 200 جنيه، ومرتبي زي ما هو زي ما هو؟ ازاي في 2013 كان لتر البنزين ساعتها كان تقريبا ب 6 جنيه او ب 6 ونص، يوصل لتر البنزين دلوقتي ب 15 جنيه وربع؟ بتحسبها ازاي؟ وبعدين يا باشا خلي بالك عشان ما تطلعش، عشان بس شويه اللجان يطلعوا لك ما عمل لك حد ادنى 6000 جنيه. اقسم بالله ما بيتنفذ. انا ما باخدش 6000 جنيه، انا 24 سنه خدمه. مش هقول لك حد ادنى بواحد لسه يشتغل، انا 24 سنه خدمه ما فيش 6000 جنيه، ما باخدش 6000 جنيه. فالكلام ده ما بيتنفذش عشان بس تبقوا عارفين. واي حد اتنفذ عنده 6000 جنيه يقول لي. فيش. وحتى لو 6000 جنيه، اذا كان عمرو اديب نفسه طالع يقول لك ايه، ولا 15000 جنيه كل شهر، وحضرتك قلت ولا 10000 جنيه. مفيش يا باشا. الراجل بقى اللي عنده ايجار وعنده ميه وعنده نور وعنده عيال وعنده اكل وعنده شرب، هيصرف ازاي؟ هيصرف منين؟ يا باشا انت عايز مننا ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ عايزين نفهم. والله العظيم الموضوع على فكره واضح،
واضح. انتوا مش شايفيننا خالص، انتوا مش شايفيننا اصلا. مش هقول لك مش حاسين بينا وبتاع، وسيبك بقى من الخطب الحنجريه اللي بقت تطلع، واستراتيجيه والبلد مستهدفه، واحنا بنعمل لاجل الوطن ولاجل كل ده كلام فاضي فيستك. ده استهلاك. ما حدش بيتفرج عليك اصلا، ما حدش بيصدقك ولا حد بيتفرج عليك. الناس هاممها بيتها عيالها، ولا اطلع ما تتكلمش لحسن يا عم يروحوا ياخدوك وبتاع. ايه ياخدوك يا عم، وايه يعني؟ هيروحوا يدوك فين؟ هيموتوك؟ يبقى عملوا معاك واجب. والله اقسم بالله يبقى عملوا معاك واجب. يا ريت. ده الواحد بيتمناها ومش طايلها، الواحد بيتمناها ومش طايلها. فخلاص ما بقاش في خوف. اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. هتقول لي بقى الناس طالعه تقول لك انا ما باكلش كباري، ما باكلش طرق، ما باكلش، ودي حقيقه. احنا ما بناكلش كباري. انا كل اللي يهمني انا انتماء. على فكره احنا مالناش دعوه بفلسطين، مالناش دعوه بالعراق، مالناش دعوه بكوريا، مالناش دعوه بسوريا، مالناش دعوه باي حد، مالناش دعوه باي حد. انا متعاطف جدا 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 مع اللي بيحصل في فلسطين، بس متعاطف اكتر باللي بيحصل في بيتي. يعني انا اتعاطف مع عيالي اكتر ما بتعاطف مع الشهداء بتوع فلسطين. حضرتك العصفوره اللي انتوا لهينا بيها فلسطين واللي بيحصل في غزه والسنوار اللي مات والحكايه والروايه، كل ده انا ما يفرقش معايا. انا يفرق معايا بيتي وعيالي. العصفوره خلاص ما بقتش تاكل معانا. ما بقول لك هي باظت خالص. اعلامك ما بقاش لي جدوى. اقفلوها. ما بقاش لي جدوى والله. ما حدش بيتفرج عليكم اساسا. انتوا مين انتوا عشان ما حدش يتفرج؟ لان انا ببص الواد اللي طالع بتاع التوك توك، فاكرينه؟ اللي يقول لك ايه، تبص في التلفزيون تحس ان احنا مش عارف ايه، تنزل في الشارع تحس ان احنا الصومال. دي حقيقه، مع ان الصومال بقت احسن مننا. احنا بقينا اسوأ دوله في الدنيا. فلسطينيين بيتحاربوا وبيموتوا بس عشان ليهم هدف. بيحاربوا فكره، ليهم في افكار وليهم هدف وليهم طريق. احنا بنتحارب من غير ولا حاجه. احنا بنموت من الجوع يا باشا. احنا يا باشا بنموت من الجوع. انا مش طالع عشان انا والله العظيم طالع فضفض. انا طالع فضفض. انا مش طالع عشان اقول لك شوف لي حل وبلاش ونعمل ايه. انت ما عندكش حل. فاشل. انت ما عندكش حل. انت ما عندكش حل. الاغنياء هم اللي مبسوطين بيك. الاغنياء هم اللي مبسوطين بيك. ايوه دي حقيقه. زودت بنزين 95 2 جنيه من 17 من 15 ل 17. هو حضرتك لو زودته من 17 ل 20 وما زودتش ال 92 بتاع الغلابه هيحصل ايه؟ الراجل اللي راكب 10 عربيه ب 10 مليون و20 مليون و30 مليون هيفرق معاه قوي لو لتر البنزين عنده بقى ب 20 ولا ب 22 ولا ب 25؟ زود عليهم هم. بتزود عليا انا؟ انت عايز مني ايه؟ حضرتك عايز مني ايه؟ عموما انا طالع والله العظيم طالع فضفض بس مش اكتر، عشان مخنوق جدا، وحاسس ان الحياه بقت ضباب، حاسس الحياه بقت سواد، حاسس ان العيشه في مصر بقت مستحيله على الشخص اللي دخله محدود زيي. مستحيله. مش هقول لك ممكنه او الواحد بيحاول، والله العظيم ما فيه. اقسم بالله ما فيه، ولا بنحاول ولا فيه. على فكره انا كاسره في برامج كتير جدا انا لغيتها من حياتي بقالي دلوقتي اكتر من 5-6 سنين. مفيش حاجه اسمها خروج، خلاص خلصت. انا كنا بنخرج كل اسبوع. مفيش حاجه اسمها مصيف، كنا بنصيف كل سنه. كل ده انتهى، كل ده اتلغى. ودي تقريبا بقى خطتك ان انت تلغي كل ده. حاضر لغيته. اكل بقى؟ مفيش اكل. اشوفكم حلقه.